5 سنين 3 سنين، كان قال لي عنده قل 4 سنين، كيحط كل طفل في واحد القاعه خاويه، كيحطوه على واحد الطبله وكيعطيه فانيده، واحد الفانيد يعني عزيز على الاطفال سميتهم لي كيموف، يعني عنده واحد الريحه زوينه صعيب الطفل يقاومو. تيقول ليه شوف انا نعطيك هذه الفانيده هذه وغنخرج، غنجلس مده على برا وغنرجع، اذا لقيتك كليتي الفانيده الله يعاونك مشات لك، اذا لقيتك ما كليتيهاش غنعطيك فانيده ثانيه، تربح 2 فانيدات عوض فانيده وحده. الهدف من هذه التجربه هذه كانت انهم نشوفوا شكون الاطفال اللي يقدروا يصبروا، يعني ملي كنحطوا ديك الفانيده قدام الطفل بحال واحد صام يعني نهار كامل وفات على المغرب ساعتين ومازال ما كلاش، وحطيتي ليه تمره او حطيتي ليه واحد الكاس ديال ايوا ما يصبر مده معينه، ملي كيرجع السيد كيدير التجربه كيعطيه الى لقاه ما كلاش كيعطيه 2 فانيد، ما قدروش يصبروا ف كيتسناو دقيقه 2 3 حتى كيعياو كياكلوا الفانيد، وكاينين اللي صبروا قاوموا كيعطيه فانيده ثانيه. التجربه ما حبستش هنايا، تسناو هاد الناس هادو تقريبا 20 سنه، تسناو 20 سنه تبعوا هاد الاشخاص عام بعام، حاولوا يتبعوا حياتهم عام بعد سنه، وداروا واحد الجرد ديال حياتهم، كيفاش عايشين، الظروف العائليه ديالهم، علاقتهم مع الله، الظروف ديالهم في القرايه، الظروف ديالهم في الخدمه، كيفاش عايشين، الاهداف ديالهم اللي كانوا حطوها واش وصلوا ليها او لا. فكانت تجربه يعني صادمه، بحيث انهم لقاو الاطفال اللي ما كانوش كلاو الفانيده، اللي كانوا صبروا ديك المده ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه وربحوا 2 فانيدات، ناجحين في حياتهم اكثر من الاطفال اللي كلاو الفانيد وما صبروش. يعني لقاو عامه يعني الاطفال اللي ما كلاوش الفانيد تفوقوا في دراستهم، ضابطين حياتهم الاجتماعيه والعائليه، ضابطين حياتهم في الخدمه، يعني كيوصلوا لمجموعه الاهداف، لانه اصلا السر في النجاح في